العربية انسحبت ليه؟ والله ما اعرف. كنا عاملين تأمين بتاعها هنا، العربية بتعمل لها تأمين اسمه سجرسيوني، عاملينه على النت، في شركة على النت، الشركات بتعمل تأمين من على النت، فالمهم عملناه، والعربية بقى لها كام شهر معمول التأمين، اتمسكت. هم سايقينها يعني بيكنتروا، بيشوفوه معاهم رخص وحاجات من دي، فبيكنتروا على الرقم، يعني بيكنتروا على الرقم بتاع العربيه. قال لك العربيه ما فيهاش تامين. ازاي؟ ده الورقه اهو، قال لك دي نصبايا. طب والحل؟ قال لك احنا مالناش دعوه. قاموا خابطين 600 جنيه غرامه، وقاموا واخدين العربيه محطينها. وعشان ال 600 جنيه دي لازم ندفعهم، وعن وقت هيدفعوا النهارده وبكره، عشان طول ما انت بتسيبها شهر بتزيد 200، شهر بتزيد 300. ولازم عشان تخرج العربيه بعد ما تدفع الغرامه تعمل تامين جديد في شركه جديده، بس التامين بقى تعمله في مكتب، ما تعملش اونلاين تاني، عشان الاونلاين خوازيق يابا. يا سويس انا محتاجه 20 مليون جنيه اسدد الديون، وانت كنت شركه ابويا في مصنع بيت الارانب، وانا محتاج 2000 يورو عشان انزل مصر، وربنا ادفع الغرامه بتاع العربيه وانزل مصر 2000 يورو بس. انت محتاج 20 جاي عند السويسي؟ يعني انت جاي عندنا عاوز 20 مليون، 20 مليون جنيه، 20 مليون جنيه يعني 400 الف يورو. يا سلام. روحي شوف حد يديني ويديك، او ارفع ايدك زي ما رفع ايدك كده وادعي. ادعي انت تقضيها عيان باذن الله، ربنا يكرمك بال 20 مليون يورو. 20 مليون يورو بس.